السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا سلامه بالصحه والعافيه. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جلابه بالقفطان ديالها. غنشارك معكم الطريقه ديال الفصاله كيف. المهم هنايا عندي كوبو ديال المليفه، وهنايا عندي هذا المسلين الطروز، راه دابا هو اللي دارج دابايا. المهم غادي نفصل معكم القميص هو الاول عاد باش غادي نفصلوا الجلابه. بالنسبه ملي كيكون عندنا الثوب مطروز ضروري كتبعوا الطرزه، يعني ما كتفصلوش بالطريقه اللي كتناسبكم نتوما، انما بالطريقه تكون المناسبه مع الثوب ديالكم. هنايا عندي الطرزه ديال الصدر، هي هذه جات بهذا الشكل هذا، هنا فين غيجيني العنق، وهنايا الطرزه ديال الكميمات بهذا الشكل هذا. المهم انا غنبقى الثوب ديالي على الطول ديالو بهذا الشكل هذا، يعني غنبدا الفصاله ديالي من هنا، يعني ما نديرش داخله في الخارجه بالطريقه المعتاده، وانما غادي نتبع الطرزه ديالي. المهم هنا كنحاولوا ان الطرزه تكون عندنا على الطرزه، يعني يكون تطابق هنايا في الطرزه باش ما يجيكمش ديكالاج في الخدمه. المقاد ديال الثوب ديالي وتاكدت ان الطرزه على اختها بهذا الشكل هذا. هنايا البنات غادي نبدا الفصاله ديالي من هنايا غادي نفوت الطرزه بواحد 2 سنتيم فقط، وغنبدا الفصاله ديالي. واخا يبان لكم هنايا كاين زياده، حقاش لا بديتو الفصاله ديالكم من الفوق ما غاديش تعطيكم هنا التقويره ديال العنق هنا في مع الطرزه ديالنا، يعني دونك غنبداو من غنفوتو غير 2 سنتيم، خليو 2 سنتيم ما بين الطرزه والكتف. بالنسبه للمقاسات اللي غادي نخدم بهم، غادي نخدم عندي الكتف 43، الكم 57، بواترين 34، والطول متر 36. كما قلت لكم غنخلي 2 سنتيم، ها هي 2 سنتيم باش هكا يبقى ليا كل ما هبطتو كتر كل ما كيبقى لكم هنايا فين غادي تخرجوا الظهر ديال البياسه. اذا غنبدا من هنايا، غادي نخلي الحاشيه هي اللي غادي ناخذ هاد الخياطه، وغادي ناخذ 21.5 ديال الكتف، 8 سنتيم ديال دوره العنق، على 3 سنتيم في تقويره العنق بهذا الشكل هذا، وكنهبط ب 3 سنتيم في الكتف بهذه الطريقه هذه. غناخذ 22 سنتيم في الروبر، هنا مقاد بهذا الشكل هذا. هنايا غادي ناخذ كما قلت لكم 34 في الربع ديالي، وغادي نطراسي بهذا الشكل هذا التركيز. غادي نهبط من هنايا لهنايا ب 12 سنتيم، وغادي ندير 33 سنتيم في الإبازي بهذا الشكل هذا بالطريقه هذه، وغادي نهبط من هنايا لهنايا 30 سنتيم غير باش نتاكد ان اليهونش هما هادوك، وغادي ندير 35 في اليهونش هي هذه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للطول غادي عندي متر و 36 في الطول، غادي نزيد 5 سنتيم ديال لوغلي اللي هي متر و 41، ها هي ندير متر و 41. وبالنسبه للخطوه غادي ندير 4 سنتيم، ندير 4 سنتيم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نلاقي النقطه اللي حددت لتحت، وغادي نلاقي النقاط ديالي بهذا الشكل هذا بالطريقه هذه. صافي بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نقطع
صافي بهذا الشكل هذا كون فصلت الامام. غادي ناخد طوفه باش غنخرج الخلف ديال البياسه بهذه الطريقه هذه. كنجر الثوب عندي. بعد البنات ما حطيت الطوفه على الظهر، صافي كنقطع، نحاول نقاد ونقطع بهذا الشكل هذا. يعني هنايا البنات هانتوما كتجي الحاشيه، كيجي الحرف، كيجي واحد الدخله صغيره، من بعد كنقادها بالسورجي حقاش انا خدمت بالربع كبير. هنايا كما كتلاحظوا كنحاول انني ما ندخلش باش هكا يعطيني وسعيه في البياسه. بهاد الطريقه هذه البنات. رجليه كنقاد هنايا، نحاول نطلع بواحد 2 سنتيم في الجليل. الطريقه هذه. دابا غادي ناخذ الامام، كنحط الضوفه على الضوفه، نقاد الطرزه ديالي بطبيعه الحال باش ندير التقويره ديال العنق. كنهبط هنايا 9 سنتيم ديال التقويره ديالي. بهذا الشكل هذا. دابا غندوز الاكمام. ناخذ الباقي ديال الثوب بهذا الشكل هذا. نجي للطرزه بطبيعه الحال حتى هي نقادها، ندير الطرزه على اختها. دابا البنات بالنسبه لهاد الثوب المطروز، ها هو هنا غيشيط ليا هاد الثوب هذا، ولكن راه ما كينفع حتى شي حاجه هذا اللي كيشيط، حقاش الضوفات فيها الثوب المطروز كتخرج الضوفه على اختها، يعني خاصك ضروري تخرجيهم متقابلين، فهمتوا؟ حيت الطرزه اللي كتحكم عليك كيفاش تفصلي. كان الثوب خاوي وطرزتوه كيعطيكم نتوما كطرزوا فيما بغيتو، اما ملي كتاخذوا مطروز كتحكم عليكم انكم تتبعوا الطرزه. صافي هنايا نقاد الثوب ديالي بهذا الشكل هذا، بحيث كيعطيني 26 باش هكا يجي عريض. غنحاول انني نخلي الطرزه قريبه للنهايه ديال الكم، نخلي واحد 2 سنتيم ما بين الطرزه والنهايه ديال الكم بهذا الشكل هذا، باش ملي تكون ملبوسه غير كتبان الطرزه، يعني ماشي الطرزه تكون هنايا والنهايه ديال الكم هنايا، يعني تكون قريبه. نخليو غير الثانيه وندير 58 زائد هنايا في العرض غندير 26 سنتيم، وغادا ندخل ب 12 سنتيم هكذا البنات. وغادا نجي لهاد المسافه ونحدد المنتصف ديالها، ونجي للمنتصف ديال هاد المسافه وندخل بسنتيم، والمنتصف ديال هاد المسافه ونخرج بسنتيم بهذا الشكل هذا، سنتيم ونص عفوا، يعني كندخل هنا بسنتيم ونص ونخرج هنا بسنتيم ونص. وكنجي هنايا للدوره ديال الاكمام بطبيعه الحال ما نديروش الكم يكون مزير، يكون شويه عريض، ندير 18 سنتيم بهذا الشكل هذا. بالطريقه هذه صافي نقطع
بهاد الطريقه هادي البنات كنكون ساليت الكميمات. دابا غادي ندوزو للجلابه. اذا اخواتي هنايا طويت الثوب ديالي على جوج، هنايا الحاشيه للحاشيه كما كتلاحظوا، الحاشيه للحاشيه. حطيت الضوفه ديال القميص على الثوب ديالي بهذا الشكل هذا، نتوما بهاد الطريقه هذه. هنايا الفرق الوحيد ما بين القميص والجلابه، كما كتشوفوا كما لاحظتوا هنايا زدت في العرض ديال الجلابه من التحت. ها نتوما هنا كيبان لكم خرجت، يعني بلا ما تزيدوا نتوما بالسنتيم ولا هذا، غير كتخرجوا هنايا واحد 3 سنتيم ولا هذا. على مثلا درت هنا 40 في القميص، بالنسبه للجلابه درت 45 باش هكا الجلابه تجي شويه عريضه من التحت. القميص كيحتم عليك انك دير 40 حقاش ما فيهش الطرزه هي كتفرض عليك انك ديري 40 في الكلوش. اما الجلابه فالثوب كبير، يعني تقدروا ديروا اكثر في الكلوش ديالكم. هنايا زدت واحد 5 سنتيم هنايا باش عطاتني هنايا 45 في العرض، وزدت هنايا بحال غادا ايفازي كما تلاحظوا. دابا غادا نقطع عادي، وهنايا بطبيعه الحال الحاشيه ديال الجلابه راه غنحيدها، وغتبقى ليا هاد السنتيم ديال الخياطه هنايا. قبل ما تقطعوا دوا البال انكم هنا غادي تخدموا. غادي نقطع هنايا فقط 3 سنتيم، يعني نهبط 3 سنتيم بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نقطع بالنسبه للطول خصو يكون نفس الطول باش هكا تجي تكفيفه وحده. هنايا كما كتلاحظوا انايا كنبعد على القميص بواحد نص سنتيم فقط، نص سنتيم باش كتجي البياسه مرتاحه. هانتوما بهاد الطريقه هذه. وهنا كما كتلاحظوا هنا راه النهايه ديال الثوب، ها هي النهايه ديال الكوبو، وهنا اللي فين بقى ليا الزيت ديال الثوب. نتمنى يكون واضح. صافي هنايا غادي نحيد الثوب ديال القميص، وغادي نخدم دابا غير بالضوفه ديال الجلابه. غادي ناخذ الضوفه وغادي نجر الثوب عندي. هنا بطبيعه الحال فالثوب كيكون وافي. ماشي هنا البنات حطيت الضوفه على الثوب، هنايا كنتاكد ان باقي عندي القياس اللي غيكفاني في الكم. كنعبرت لكم هو هذا 58 سنتيم. راسيت فين تبدا الضوفه ديالي، يعني التحت ديال الضوفه هو هذا، باش هكا ما نضيعش الثوب ديالي ونعرف شنو كندير قبل ما نقطع. هكا صافي انا حطيت الضوفه على الثوب بهذا الشكل هذا. خرج الحاشيه بطبيعه الحال، خرجت انا الحاشيه صافي. وغادي نقطع، يعني راه ماشي باش يخرج لي بحال هكا. انا حيت عندي الربع هنايا، ها نتوما الربع عندي كبير، يعني السيده عامره اولا كتبغي الجلابه تكون وافيه. صافي بهذا الشكل هذا نشوف الطريقه هذه. وهنايا غادي نحط بهذا الشكل هذا. هانتوما كما قلت لكم هنا فين تراسيت النهايه ديالكم، باش هكا ماشي منين نفصل الضوفه والظهر نجي لكم وما نلقاش عندي الكمام. يعني ردوا البال، يعني حاولوا انكم تدرسوا الثوب ديالكم قبل ما تقطعوا، حيت الكوبو كل واحد شنو كيكون فيه. كاين اللي كيكون فيه 32، كاين اللي كيكون فيه 22. يعني خصكم تعرفوا الكوبو شحال عندكم فيه، واش غيخرج لكم بياسه ولا لا. هنا غادي نطلع واحد 3 سنتيم هكا خط مائل بالشكل هذا. نجي الامام ديال البلاصه بالشكل هذا. كما قلت لكم هنايا الحاشيه، من بعد غنحيد هاد السورجي، غنقطعها كامله بالسورجي، يعني موخداش في العبار ديالي. نجي هنايا ناخذ 9 سنتيم وندير التقويره ديالي بهاد الطريقه هذه.
تنهبط في الكتف بواحد السنتيم، وغادي نزيد في التقويره ديالي ندخل واحد الدخيله بالشكل هذا. كنكون ساليت الضوبه والخلف ديال البلاصه. دابا غادي ندوز للاكمام. اذا بالنسبه للاكمام نخدم بهذه الطريقه هذه باش يبقى لي القب من الجهه الاخرى. فوالا بهذا الشكل هذا. المهم انا هنايا خديت 150 ان شاء الله تكفاني. ناخذ الكم ديال، ممكن تاخذوا الكم، ممكن تطراسيو عادي، يعني ماشي مشكل. هكذا الطريقه هذه كنحاول نقاد. نزيد واحد شويه على الكم ديال القميص باش هكا في اللبسه ما يجوش مداحسين. صافي هكذا. صافي بهذا الشكل هذا. هما الكميمات ديالنا. دابا البنات بقى لي القب. هانتوما القب بهذه الطريقه هذه. هانتوما غيخرج لنا القب وافي ان شاء الله. المهم هنايا غناخدو 40 سنتيم، ندير 41 هي هذه. هنايا غنحيد الحاشيه وغادي ناخذ 30 سنتيم، ها هي 30 سنتيم، يعني خديت 30 وزدت ثاني 1 سنتيم، درت 40 سنتيم. غنطلع من هنايا لهنايا ب 10 سنتيم، وغادي ندخل من هنايا لهنايا 25 سنتيم ونلاقي النقط هكا البنات. وغادي ندير واحد الغون هكذا بهذا الشكل هذا. طريقه راه ساهله. صافي تبقى لي هاد الحاشيه كما قلت لكم غنحيدها من السورجي او نحيدوها بالمقص، يعني اللي كيناسبكم نتوما. المهم اخواتي هنا نكون ساليت معكم لا فيديو، وصلت معكم القميص بالجلابه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. ما تبخلوش لي باللايك ديالكم بتشجيعاتكم. شكرا لكم تتبعكم القناه، وبسلام عليكم. تلاقوا ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله.